السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في رائعة من الروائع في سلسلة روائع، ألا وهي رواية دعاء الكروان للدكتور طه حسين. بتدور أحداث رواية دعاء الكروان في أحد قرى الجبل الغربي النائية، دي بتقع غرب محافظة أسيوط في عند محافظة الوادي الجديد والواحات. لما تقرأ الرواية ما فيهاش حوار كتير. في كثير من الأحيان الدكتور طه حسين بيصف الشعور ويصف الأحاسيس بدون حوار، فكان من الضروري عند تحويلها إلى فيلم أن يتكتب حوار على نفس المستوى من الروعة الذي يناسب الرواية. فكتب الحوار بتاع الفيلم يوسف جوهر. الدكتور طه حسين كتب الرواية عام 1936، الفيلم اتعمل عام 1959. وأعتقد جازما أن العاملين على الفيلم قد رجعوا إلى الدكتور طه حسين وهم بيعملوا الفيلم، خصوصا في الحوار، لأني شايف أن الفيلم أكثر إثراء من الرواية وطرق أبعاد نفسية لم ترد في الرواية، وده مش ممكن يتم إلا بموافقة الدكتور طه حسين مؤلف الرواية. الفيلم والرواية بيسلطوا الضوء على أبعاد في النفس البشرية لم تطرق من قبل، ونجحوا في الحقيقة في تصويرها بطريقة رائعة، لأنها تقلبات نفسية كثيرة ومتلاحقة ومتشعبة. الفيلم بيبدأ بهذا المنظر: النخيل رمز الوداع، رمز البراءة، المية في الترعة بتلمع، رمز الصفاء. الناس عايشة في هذه القرية النائية في حضن الجبل على الفطرة والوداعة والصفاء. القرية لا تمت بصلة إلى المدنية، القرية ظاهرة البداوة، والناس اللي فيها عايشين في أمان. منهم الأختين هنادي الكبيرة وأمنة اللي أصغر منها، عايشين حياتهم الرتيبة التي درجوا عليها منذ الصغر. يملوا الجرار بالمياه في الصباح ويعودوا إلى البيت الطيني الفقير ليقضوا بقية طقوس يومهم. لكن هنا الفيلم بيسلط الضوء على بعد الدكتور طه حسين ما ركزش عليه، وهو ان الاخت الكبيرة هنادي لها اذن تسمع الثناء وتسمع الغزل، والغواني يغرهن الثناء زي ما احنا عارفين، انما الامنة صارمة وحاسمة ولا ترعي سمعها للغزل وما شابه. زي ما احنا شايفين في هذه الصورة، الاخت الصغيرة امنة لما سمعت غزل هذا الرجل الذي يعزف الربابة ويجلس على قارعة الطريق، سبقت بخطوات وتحدثت بلهجة صارمة إلى أختها الكبيرة هنادي، اللي عجبها الكلام قوي زي ما احنا شايفين وواقفة تسمع. فهنادي دي واحدة تبحث عن الحب، هي مش بتبحث عن الحرام، بتبحث عن الحب والسكينة في الزواج الشرعي. لكن أمنة بتوقظ هنادي من أحلامها وتقول لها يلا بينا بلاش تسكع أو بلاش ميع. والد أمنة وهنادي اللي عنده بنتين ما كانش بيخاف على سمعة البنتين، وكان زير نساء ومشهور في القرية والقرى المجاورة بعلاقاته الغير شرعية والغير أخلاقية. فكان من الطبيعي أن يأتيهم ميتا على ظهر هذا الحمار في صبيحة أحد الأيام، وهذا هو جزاء الزاني. يبدو أن واحدا من الذين طعنهم في شرفهم قد قتله، وبدل ما خال البنات يحنو عليهن ويضمهن إلى صدره ويحتويهن، على العكس تماما اداهم فلوس وطردهم هم وأمهم خارج البلد بدعوى العار، بدعوى ان الناس ستلوك سيرتهم وكل شوية هيفكروا ان هم بنات الزاني. ما العار؟ هل العار في كلام الناس الذي قد يطال بنتين ملهمش ذنب، ولا العار الحقيقي ان انا اطرد 3 حريم وبناتها خارج القرية، ألقي بهن إلى مخاطر الغربة يهمن على وجوههن، ألقي بهن إلى النار بإيدي وأقول أصلا أنا خايف العار؟ ما العار؟ خرجوا الستات ال3 من القرية ما عندهمش أي فكرة عن الدنيا خارج هذه القرية كيف تكون. فكان أول ما شافوه من مظاهر المدنية القطار ففزعن، ما هذا الوحش الهائل؟ ما يعرفوش ان دي اول المدنية بس، ولسه المخاطر الحقيقية جاية في الطريق. وصلوا الستات ال3 الى المدينة، ممكن تكون مدينة في الوادي الجديد، ممكن تكون مدينة احد مراكز اسيوط، وما كانش قدامهم غير العمل خادمات في البيوت.
فأمنة اشتغلت في بيت مأمور، ده بيت فيه أسرة، وهنادي اشتغلت في بيت مهندس الري، راجل عازب عايش لوحده سيرته وحشة. والأم اشتغلت برضو في أحد البيوت، ده في الرواية. إنما في الفيلم ما جابوش إن الأم اشتغلت خادمة في أحد البيوت. الفيلم خلى الأم تأجر أوضة ب10 قروش في المدينة، أو بيت طيني ريفي حقير فقير، وتنتظر بنتيها كل أسبوع يقولها إذا كان معاهم خير من البيوت اللي شغالين فيها. لما اشتغلت أمنة في بيت المأمور كانوا ناس طيبين وتألفوها وألفتهم، وصارت العلاقة ما بين أمنة وبين خديجة بنت المأمور علاقة ودية أخوية، مش علاقة سيد بخادم. بدأت أمنة في بيت المأمور تنبهر بما تراه. شافت البيانو، أول مرة تسمع عن البيانو. البيانو شدها الحياة جديدة، كان أولها القطار وتانيها البيانو، وعرفت أن الدنيا أكبر جدا من قريتها اللي عايشة فيها، قرية بني وركان في الواحات. وبدأت تندهها نحو المستقبل، نحو الدنيا، نحو الحياة الحقيقية، لأن هي في الحقيقة كانت مش عايشة، كانت ميتة بالحياة. بدأت أمنة بتشجيع من خديجة تتعلم تكتب وتقرأ، وسمعت عن الفرنساوي. ايه الفرنساوي ده؟ لغة جديدة. هي تعرف اللغات ايه؟ لغة البدو في قريتنا ولغة الصعايدة. اللغات بالنسبة لها كانت اللهجات، ما تعرفش ان في لغة بحروف جديدة وبمعاني جديدة. وبدأت تلقط من خديجة بعض الكلمات باللغة الفرنسية، وانفتحت في ذهنها مستقبل أكثر نضارة. ولما ينفتح للإنسان المستقبل الأكثر نضارة بينفتح بلا آفاق، متسع بلا نهاية، شيء لا نهائي غير محدود. وربنا خلق النفس البشرية تتطلع إلى الأفضل ولا تشبع منه أبدا. وده اللي بدأ يحدث لأمنة بعد ما دخلت في مرحلة الانبهار. أولا انتقل بها الانبهار إلى التطلع، أنا عايزة أبقى أفضل. لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هنادي وقعت في براثن العنكبوت مهندس الري اللي اعتدى على شرفها وأساء استخدام عاطفة الحب اللي عندها، اللي برضو تولدت في نفس هنادي من الانبهار والتطلع إلى حياة أفضل. ظنت أن المهندس بيحبها، وليه لا؟ فحبته، وبدأت تشوف نفسها زوجة مهندس مش خادمة. هو أنا هفضل طول عمري خادمة؟ هو أنا اتكتب عليا إن أنا أعيش طول عمري خادمة؟ إيه ذنبي في قدري؟ اللي خلق القدر أمرنا نتطلع إلى الأفضل. وكم من عبد صار سيدا وكم من أجير صار مالكا. أنا إنسانة فلتسعني طموحات النفس الإنسانية. دي طبيعة حطها ربنا في النفس البشرية، قابلية عالية للانبهار، قابلية عالية للتطلع. وفي حاجة تانية، لما النفس البشرية ترتقي إلى درجة أعلى لا تحب أبدا العودة إلى الوراء. النفس البشرية تحب الرقي والصعود دائما ولا تحب الهبوط. لحظة أمنة انكسار هنادي، وقعدت وراها لحد ما عرفت السر الخطير فجزعت. وهذا بعد ديني وشرعي ورد في الرواية وورد في الفيلم كما تدين تدان. هذا الأب الذي كان يعتدي على أعراض الناس اعتدى ذئب آخر على ابنته. ما كانش أمام الأم إلا إنها تاخد بنتيها ويهربوا من القرية أو من المدينة بما بقي من شرف. رايحين فين؟ إلى المجهول، مش عارفين لسه. الأم ما خدتش قرارها هم رايحين على فين. وفي الآخر بتقرر الأم إن قريتهم أولى بيهم، وبتقدر تتصل بالخال الجافي القاسي القلب مثل قسوة صخور الصحراء وحجارة البادية عن طريق تجار الأسواق، وتستدعيه ليرجع بهم إلى قريتهم. وبيقدم الخال ولكنه قدوم الموت. أخطأت الأم في حسن الظن بحدب الخال، بعطف الخال، وقالت له اللي حصل، فكراها يتعامل معاملة أب. وشت له عن زلة هنادي، ولكن كعادة الناس في الصعيد وفي البدو قرر الخال قتل هنادي. الخال فهمهم أو فهمهن أنهن عائدات إلى القرية. آمنة وهنادي كانوا في أسوأ حال، بئس الحال، لأن هذه العودة كانت بالنسبة إليهن العودة إلى الوراء. وإحنا قلنا النفس البشرية عندما ترتقي إلى أعلى لا تحب أبدا النزول إلى أسفل. كانت هنادي حزينة لأمرين، للعودة
ولإحساسها الدفين في نفسها أنها مقبلة على الموت. أما أمنة فبالنسبة لها قد تركت الجنة في بيت المأمور، هذه الحياة التي استطابتها ووضعت فيها قدميها على أول سلم الرقي إلى الحضارة والتمدن بل إلى الإنسانية. لكن في منتصف الطريق بيدعي الخال إن هم هياخدوا قسط من الراحة وينزلهن عن الركائب. هنادي بتقول له احنا هننزل هنا يا خال، فقال لها عشان ترتاحي، وهو ناوي يريحها من الدنيا تماما. وفعلا بيطعن الخال هنادي في قلبها فتخر صريعة. وهنا تسمع أمنة دعاء الكروان وتقف في وجوم، فقدت النطق تماما، زي ما بنقول بالعامية ما حطتش منطق. دعاء الكروان سجل في عقلها الباطن هذا أو هذه الجريمة. كان في الماضي في السابق دعاء الكروان يذكرها بالوداعة والصفاء في قريتها وبالعيش الآمن، ثم صار دعاء الكروان يسجل في عقلها الباطن الحياة الهنيئة التي تحياها في بيت المأمور، ثم ها هو دعاء الكروان يسجل في عقلها الباطن جريمة قتل بشعة. الخال يقتل هنادي. وهنا لازم نتذكر الجانب الشرعي من الخطأ شرعا قتل هنادي، حتى وإن وقعت في الزنا فحكمها الجلد لأنها غير محصنة غير متزوجة، فالقتل هنا تعدي على شرع الله. طبعا الدكتور طه حسين وكاتب الحوار يوسف جوهر بيبرزوا هنادي في جريمتها كضحية، سلمت نفسها لمهندس الري بداعي الحب، لكن طبعا هذا عندي لا يستقيم. هي مقصرة وعاصية وارتكبت كبيرة، وكان يجب أن تمتنع عن المهندس كما ستمتنع أختها أمنة. فأنا مش مع الدكتور طه حسين ولا يوسف جوهر في التماس العذر لهنادي. كان واقع هذه الصدمة على أمنة شديد، فاتهمت أمها بالمشاركة في الجريمة لأنها وشت بما حدث لهنادي إلى الخال. وهنا الأم تستيقظ فيها عاطفة الأمومة وتقول لها لا، أنا لست مجرمة. وما كان يخطر في خلد الأم إن الخال ممكن يصل به إجرامه إلى حد القتل. لا تجد آمنة إلا الهرب من كل الماضي، الهرب من كل ما حدث. لا تستطيع أن تعيش في مكان فيه خال قاتل وأم تعتبرها أنها شاركت في الجريمة، فهربت إلى بيت المأمور. وهنا بنجد اختلاف بسيط ما بين الرواية وما بين الفيلم. في الرواية بتدخل آمنة بيت المأمور وهي مش عارفة تقول لهم إيه كمبررات لغيابها المفاجئ، لكن يوسف جوهر بيحل المشكلة دي بطريقة عملية ومقنعة. بيخلي آمنة أول ما بتخش من باب الاستراحة أو باب البيت المأمور بتسقط مغشيا عليها بسبب الإرهاق، يعني من ساعة ما طلعت من القرية على قدميها تجري من قرية إلى قرية حتى وصلت بهذه الطريقة. فده حل ذكي من كاتب الحوار، لأنه خلى أهل البيت ما يسألوهاش بقى أنت كنت فين ولا إيه الموضوع، إنما بكل بساطة ونظرا لطيبتهم يتقبلوها. وهي بعد ما بتفوق بتقول لهم إن إحنا والله رجعنا البلد لأن أختي كانت تعبانة وماتت، وما قالتش أكتر من كده. فرجعت آمنة إلى بيت المأمور، ولكن ليس بالوجه الذي خرجت به آخر مرة. هنا بيزود الفيلم مشهد أنا شايف إنه هو ما كانش ليه لازمة، يعني بيوري إن الأم دخلت في حالة من الجنون بعد موت هنادي وبعد ما طفشت أو هربت آمنة. الجزء ده مش وارد في رواية طه حسين وما كانش ليه لازمة في الحقيقة. إنما نرجع لآمنة الجديدة في بيت المأمور. لم تعد كما كانت، يسيطر عليها الوجوم والبؤس، لا تستطيع ولم تستطع أن تنسى هنادي تلك التي راحت ضحية لعاطفة نبيلة هي عاطفة الحب، وبدأت تفكر في هذا القاتل مهندس الري الذي أغواها. هل يا ترى فاكر هنادي؟ هل يا ترى ينظر إلى حب هنادي له بشيء من التقدير، أم تراه نسي كل شيء وبيبحث ويدور عن صيد جديد؟ ما بتقدرش آمنة تتخلص من التفكير في مهندس الري، مسيطر عليها خلال 24 ساعة. كيف استطاع أن يغوي أختها؟ ما شكل هذا المهندس؟ كيف يعيش؟ وهل لو كانت آمنة مكان هنادي كانت هتقع في حبه برضه كما وقعت فيه أختها؟
بدأت آمنة تحوم حول بيت المهندس كما تحوم الفراشة حول لهب الشمعة، بمعنى أن هي مش قادرة تمنع نفسها من هذا الانجذاب. حتى هذه اللحظة سواء في الفيلم أو في الرواية لم يكن الثأر قد تولد في نفس آمنة. هي بتتساءل حتى هذه اللحظة كيف حدث ما حدث، وما زالت بتظن أن المهندس يتذكر هنادي، ولا يعلم طبعا هو ما جرى لها من قتل، وأنه قد يكون عايش على ذكراها. لكن للأسف بتكتشف آمنة أن المهندس كالعنكبوت بيدور على ضحية بعد ضحية، وبتعرف أن سكينة التي خلفت هنادي عند مهندس الري تفرط أيضا في نفسها، فتدرك أن روح هنادي قد زهقت بلا ثمن. هنادي تحت التراب، والقاتل ينعم ويتنقل من ضحية إلى ضحية غير عابئ بما جنت يداه. هنا في هذه اللحظة بتجري آمنة إلى قبر هنادي، هذا في الفيلم فقط، ولكن في الفيلم والرواية في كليهما في هذه اللحظة يتولد في نفس آمنة ثأر عظيم، فتقرر الانتقام من مهندس الري. أما في بيت المأمور فيتقدم مهندس الري لخطبة خديجة بنت المأمور، فتضطر آمنة إنها تحكي لأم خديجة عن كل شيء، وإن هذا المهندس زير نساء، وأنه سيء السمعة. وبالفعل تخبر أم خديجة المأمور، ويتحقق المأمور من صحة كلام آمنة، وتفسخ الخطوبة. بعد فسخ الخطوبة تقرر آمنة البعد والدنو، البعد عن بيت المأمور حتى لا ترى حبيبتها وصديقتها خديجة في حالة من الانكسار والحزن بعد فسخ الخطوبة، والدنو من بيت المهندس. قررت أن تدخل عرين الأسد بعد أن قررت الثأر منه والانتقام لهنادي منه. وبعد فترة يترك المأمور وأسرته البلد. بتبدأ آمنة في تنفيذ خطتها، وما بتغلبش في إيجاد طريقة لإخراج سكينة من عند المهندس على أن تحل محلها. في الرواية استعانت بالجنين بتاع المهندس، رشته رشوة. وفي الفيلم والرواية أيضا استعانت بزنوبة المخدمة، يعني اللي بتعين الخدامين أو بتدل الخدامين على بيوت يخدموا فيها، وقالت لها بصريح العبارة كده أنا عايز أشتغل عند المهندس. بتخش آمنة بيت المهندس وفي نيتها الثأر وغرضها الانتقام. في الرواية لا يحدد الدكتور طه حسين طريقة معينة للانتقام، ولكن هقرأ لكم جزء. هي بتقول عن نفسها لما دخلت بيت المهندس: وعدت إلى غرفتي بعد ساعة راضية عن نفسي كل الرضا، مطمئنة إلى قوتي كل الاطمئنان، فقد بلوت الخصم ولقيت العدو في ميدانه الذي اختاره هو، وكان بيني وبينه مقدمات النضال، فلم أضعف له ولم أشفق منه، وإنما ثبت له ثباتا، ثم انصرفت عنه وقد علقته بين السخط والرضا. إنما في الفيلم بيخلوا إن آمنة قررت أن تقتل المهندس. تقتله إزاي؟ بالسم، سوف تدس له سما. إنما الفيلم بيتميز عن الرواية بهذه النقطة: النفس اللوامة عند المهندس. النفس اللوامة عند المهندس ظهرت في الرواية كنتيجة في آخر الرواية أن المهندس قد استيقظت نفسه السوية، وما كان هذا ليحدث إلا من كثرة اللوم لنفسه، ولا أقسم بالنفس اللوامة. إنما يوسف جوهر حطها في الحوار. في هذا المشهد آمنة بتكلم المهندس، فبيقول لها أنا كل يوم بنام بصعوبة من كتر تأنيب الضمير. فده راجل مش راضي عن حياته، مش راضي عن سلوكه، وهذه هي النفس اللوامة. عشان كده لما في آخر الرواية أو آخر الفيلم نجد أن المهندس قد تاب واستقام، لا نتعجب ولا نستغرب، فإن لديه نفس اللوامة. وتقرر آمنة دس السم لتنفيذ الانتقام. تضع السم في كأس الخمر وتقدمه للمهندس. زي ما قلنا هذه النقطة، هذه الكيفية
من الثأر لم ترد في رواية طه حسين، وإنما أضيفت إلى الفيلم أكيد بموافقة الدكتور طه حسين، وده منعطف هام يجب أن نتوقف عنده، لأنه بيجسم المانع النفسي الذي تولد في نفس آمنة بعد ما كانت عايزة تقتل المهندس، بتجد نفسها بتضرب الكوب حتى لا يصل إلى فمه. إذا لدينا مانع، كانت داخلة تقتله، ولكن حدث مانع منعها من تنفيذ جريمتها. ما المانع؟ اعتمال في النفس البشرية، تقلبات بتحدث في النفس البشرية. هي نفسها آمنة مش عارفة ايه المانع اللي منعها من قتل المهندس، وما جاءت إلى هذا البيت إلا لتقتله. بتهرب آمنة إلى نفسها وتعتذر لأختها هنادي: سامحيني يا هنادي، أنا مش ممكن أقتل. وقررت آمنة اتباع خطة إنها تمني المهندس ثم تصده، تمنيه ثم تصده، وشافت إن دي أكتر طريقة تعذبوا بيها، التلويع، إنها تلوعه. في الرواية الفكرة دي من عنديات آمنة، في الفيلم إن هي نصيحة من زنوبة المخدمة. في كل الأحوال بدأت آمنة تتبع هذه الخطة، زي ما احنا شايفين على اليمين، تمنيه، تتزين له، تخضع ببعض القول، فإذا هجم عليها زي ما احنا شايفين في الجزء الشمال تهرب وتجري إلى غرفتها وتوصد الباب عليها. ومشيت في هذه الخطة. وطبعا الحوار الجميل اللي بيدور في البيت بيبرز لنا هذه التفاصيل، لأن الدكتور طه حسين زي ما قلت لحضراتكم اكتفى بوصف الأحاسيس. يعني على سبيل المثال الدكتور طه حسين هقرأ لكم جزء من الرواية صفحة 143. آمنة بتتكلم عن نفسها بتقول: ومدت لي أسباب البقاء، ومدت لي أسباب البقاء في هذه الدار يوما أو بعض يوم، ريثما يخرج سيدي لبعض شأنه ثم يعود فيدعوني إلى ما كان يدعوني إليه في الإلحاح المتصل، عايز يعتدي عليها، المضحك المحزن الذي يفسد على الرجل أمره ويظهره قويا كأنه الليث، وفي نفس الوقت ضعيفا كأنه الفأر، عزيزا كأنه السيد، ذليلا كأنه العبد، ويطلق لسانه بما شاء له الهذيان من هذه الكلمات الجوفاء التي يملأها الاستعطاف حين يكون نذيرا ووعيدا، ويملأها المكر والكيد حين تكون استعطافا واسترضاء. وهكذا يمضي الدكتور حسين. مفيش حوار ما بين آمنة والمهندس. الفيلم عمل الفيلم ضروري لأنه فك هذه الطلاسم. دكتور طه حسين بيقول، بيلخص السياسة اللي اتبعتها آمنة: أصبح فأفكر في هذا الشاب لأغويه وأضنيه وأنغص عليه يومه، وأمسي فأفكر في هذا الشاب لأدنيه وأقصيه وأؤرق عليه ليلة. ودي سياسة التلويع اللي اتكلمنا عليها من شوية. نتيجة لسياسة التلويع اللي اتبعتها آمنة، ايه كان رد فعل المهندس؟ دخل في حالة من العناد. يعني انا مش هقدر على البت دي هتلوي دراعي. الموضوع كان عناد، مين الغالب ومين المغلوب، ازاي بنت خدامة تغلبني. دي كانت القصة في اولها. واثناء ذلك كان هو مستمر في محاولاته للنيل من شرفها، وهي مستمرة في سياسة الجذب والصد. في هذا المشهد بيمنيها بما كانت تحلم به من رقي ومن حياة جميلة. بيقول لها: انت اكتر من خادمة، انت تستحقي ان تلبسي الثياب من افخم محلات القاهرة، وان ترتادي افخم الاماكن، وتركبي افخم العربيات. شايفين احنا نظرة التطلع في عينيها؟ دي مرحلة التمثل. قلنا نمرة 1 الانبهار في منزل المأمور، اللي انتقل بيها إلى التطلع لما اتعلمت القراية والكتابة وبدأت تعرف فرنساوي. نمرة 3 بدأت تتمثل نفسها وشايفة نفسها هانم راكبة عربية ولابسة مجوهرات وعايشة في أفخم الأماكن. طب إيه أهمية اللي احنا بنقوله ده؟ أهميته إن دي قوة جذب بدأت تشدها عن الانتقام، وبدأت شوية ولو بسيطة تنسيها قضية الانتقام لأختها هنادي. ودي براعة طه حسين في تمثيل القوة المؤثرة على النفس البشرية، مش قوة واحدة. حب للأخت، رغبة في الانتقام لها، حب للنفس يتمثل في الانبهار والتطلع والتمثل في حياة أفضل،
وحب وليد في نفس آمنة لهذا المهندس اللي هيخليها إنسانة راقية هانم. كل هذه قوة بتعتمل داخل النفس البشرية. سبحان الله العظيم الخالق في إعجازه في خلق هذه النفس البشرية. بتستمر آمنة في سياسة التلويع زي ما قلنا، الجذب والصد، تشد وترخي لحد حالة العناد اللي عند المهندس ما وصلت أقصاها. احنا شايفينه هنا خارج من البيت غاضب لما تمنعت عليه وبيشوط الكرسي برجله. فالموضوع عنده حتى الآن عناد، مباراة وتهزم فيها، وهو بيدور كيف يكون المنتصر مش المغلوب. فهذه نمرة واحد، حالة العناد التي دخل فيها المهندس. بتطول الحياة والعشرة على هذا المنوال الذي سردناه بين آمنة والمهندس حتى يتيقن المهندس من إن آمنة شريفة. شريفة دي يعني غير البنات اللي عرفهم، لأنه ده راجل ما عرفش في حياته غير التفريط في الشرف وغير التلاعب بأعراض النساء. فلما وجد هذا النموذج أكبره. أيوة خادمة بس عندها شرف، وكم من سيدات المجتمع يعرفهن في القاهرة بلا شرف. وحدث ما لم يكن في الحسبان. ركع المهندس على ركبتيه يتوسل حب آمنة. عايزكم تتخيلوا معايا آمنة وهي في هذا الموقف واقفة مذهولة مش مصدقة نفسها. آمنة القروية الساذجة اللي كان منتهى أحلامها إنها تملى الجرة الصبح وتخدم في البيت بقية اليوم. آمنة اللي ما دخلتش مدارس يركع لها مهندس متوسلا حبها، هي واقفة مذهولة، نظرة الذهول واضحة في عينيها. ده بيزيدها ثقة في إنسانيتها وأنها تستحق الأفضل. طيب هنا بيجي سؤال، طب ما الشريفات من أبناء العائلات كثيرات، اشمعنى آمنة؟ لا، آمنة هي اللي كسرت عينه وجابت مناخيره الأرض، وفوق كده أيقظت فيه الإنسان. والله أنا أشفق على آمنة من هذا الموقف. جاءت تنتقم من الذي اعتدى على أختها، فإذا هو راكع على قدميه يتوسل حبها. لا تستهين بتأثير ذلك على نفسها البشرية. ده جدير أنه يلخبط كل مخططاتها ويجعلها تعيد التفكير في الأمور. هذا الركوع الذي تراه آمنة بعينيها دليل على الحب بلا جدال. وعندما قرأت الكلام أول مرة في رواية طه حسين يعني لم أرتاح، ما ارتحتش. زي مهندس مع بكالوريوس هندسة يحب خدامة بصمجية، يعني بدا لي الأمر أولا غير منطقيا ومستحيلا. ولكن لما تفكرت فيه وجدت أن له أسبابه الطبيعية. زي ما قلنا من شوية، صحيح آمنة خادمة لكن شريفة، تمسكت بشرفها حتى كسرت أنف المهندس وأذلته. الدكتور طه حسين كاتب في الرواية إن هو بعد ذلك ما عادش بيسهر سهراته بالليل ويحتسي الخمر مع الشباب في المدينة أو في المركز، وبات يقضي وقته معتكفا في البيت على كتبه يقرأ. بالنهار في الشغل وبالليل ترك النادي وقاعد في البيت. هذا تغير جذري في حياة المهندس صاحب النفس اللوامة اللي اتكلمنا عليها. والذي نتعلمه من هذا المشهد أن الحب إنما يكون للقيمة لا للمادة، للجوهر لا للمظهر. إذن فقد أحب المهندس خادمته آمنة. بعدما يتثبت المهندس من إن آمنة لم تعطيه ما يريد، يبدأ في الإعراض عنها تماما ويتجاهلها تماما، وكمان عينه مكسورة عندها، ده ركع لها على ركبه. هنا الفيلم بيخش فيه جزئية لم ترد بالرواية، إن آمنة بتقرر إزاء هذا التجاهل والإعراض من المهندس إنها تزود جرعة الدلال شوية. ده مش مكتوب في الرواية، بتزود الإغراء والدلال، وده بعد هام جدا. ليه؟ لأنه بيدلنا على إن آمنة تريد أن تتثبت من شيء. المفروض هي نجحت في خطتها وعذبت المهندس وحافظت على شرفها ولم تعطيه ما يريد، خلاص تمشي تسيب البيت. لكن كون ان هي تقابل اعراض المهندس عنها بزيادة الدلال، عايزة تتأكد من حاجة. عايزة تتأكد من ايه؟ عايزة تتأكد من حبه لها. هل الركوع على القدمين ده كان عن حب صادق ولا حب مدعى زائد؟ وهي مش هتعمل كده الا اذا كانت عايزاه، ودي بداية الخطورة. هنا بدأت آمنة تحب المهندس. كل ده بيوصلنا للجولة الأخيرة اللي شايفينها في هذا المشهد. لا يملك المهندس إزاء زيادة جرعة الدلال إلا أنه يتهجم على آمنة، وفي المرة دي بتخش تحتمي في غرفتها وتوصد الباب، فيكسر الباب ويندفع عليها
ويحاول يعتدي عليها وبيقطع هدومها. خلاص أنا ممكن أعمل اللي أنا عايزه. زي ما قلنا هذه الجزئية بارعة ولم ترد في الرواية، وهي مهمة جدا في الفيلم لأن هي بتكشف لنا جانب خطير جدا. إيه هو إن لما المهندس قرر يعتدي ويغتصب آمنة بالقوة، بكده بيكون استنفذ كل ما لديه من عناد. يعني بعد هذا المشهد انتهى العناد، خلاص هنخش في مرحلة جديدة. بلغ العناد أقصاه، أنا أقدر أعمل اللي أنا عايزه. لكن آمنة تركع على ركبتيها وتتوسله وتزرف الدموع، أرجوك يا سيدي ما تفضحنيش. خلاص وسائلها القديمة ما عادتش تنفع، مفيش غير التوسل، ويرى دموعها نازلة على خدها. وبكده بنكون وصلنا للجولة الأخيرة. المهندس جاب اللي عنده آخر العناد، وآمنة جابت آخر اللي عندها التوسل. إزاء هذا الموقف في الفيلم وفي الرواية بيطلب منها المهندس إنها تسيب البيت وما يشوفش وشها تاني. لما انتهت مرحلة العناد عند المهندس، ما بقتش بقى القصة قصة عناد ومين غالب ومين مهزوم. انتهت هذه المرحلة إلى غير رجعة، وهنا البراعة. ليه؟ لم يبقى إلا الحب. كان زمان العناد بيتصارع مع الحب، انتهى العناد فلم يبقى إلا الحب. فوجد نفسه الصبح على طول بيجري وراها علشان يلحقها عند المحطة ويرجعها تاني. هنا اتضحت الرؤية. ده حب صادق من طرف المهندس اللي ما قدرش يعيش يوم واحد بعد ما طرد آمنة وجري وراها يرجعها البيت. وهنا بنفتكر النفس اللوامة لدى الباشمهندس والدور اللي ممكن تلعبه في هذا التغيير المفاجئ. هنا بنجد قيمة الشرف، شرف آمنة اللي بتخلي المهندس بصراحة يبوح لها بحبه، بل ويطلب منها الزواج. يا دي المصيبة، جات تقتله، وصل الحال بينهما أنه يطلب منها الزواج، وإحنا شايفين على وجهها علامات الحسرة. افتكرت هنادي بدل ما تقتل أو تنتقم من اللي اعتدى على هنادي، إذا بها معروض عليها الزواج منه. ودي قيمة الشرف اللي اتكلمنا عنها. هنا في هذا المشهد بيعاملها مش كخادمة، بيعاملها كهانم. حتى المخرج حطها في ثياب هانم، وده بيدلنا على أن أمنياتها في حياة كريمة، أمنياتها في الرقي الاجتماعي لتكون سيدة مجتمع، قد تملكت من نفسها وملكت عليها أقطارها، حتى أنها بدأت تلبس لبس الهوانم. هنا تعتصر النفس البشرية لدى آمنة قوة الانتقام لهنادي الآخذة الضعف، وقوة الرقي الاجتماعي الساحبة إلى فوق، وقوة ثالثة ليس للبشر سلطان عليها، ألا وهي قوة الحب. لما وصلت إلى هذه النقطة من الرواية والفيلم فهمت صورة الغلاف لرواية دعاء الكروان. في البداية ما كنتش فاهم ايه علاقة هذه الصورة بمضمون الرواية. الصورة بتمثل سيدة من سيدات المجتمع، أيوة هكذا كانت ترى آمنة نفسها. ذلك ما كانت تريد أن تصل إليه، ذلك ما أحياه المهندس في نفسها، ذلك ما بات قريبا جدا يوشك أن يقع عندما عرض عليها الزواج. وعشان كده نجد أن الدكتور طه حسين بيسمي آمنة في بيت المهندس باسم جديد، سعاد، ومشتقة من السعد والسعادة. فالصراع اللي احنا شايفينه في الحقيقة في نفس آمنة ما هو إلا صراع بين آمنة القديمة وسعاد الجديدة. هنا كان لابد من المصارحة. صارحت آمنة المهندس بكل شيء وقالت له احنا ما نقدرش نتجوز لأن هنادي ستظل بيننا إلى الأبد. هو خد الصدمة في البداية، لكن كل من الرواية والفيلم اتفقا على انه قرر ان يكمل المشوار. فبيقول لها هنادي هي اللي هتجمعنا مش تفرقنا. زي ما كاتب الدكتور طه حسين في الرواية بيقول لها فأما الآن فقد أصبح افتراقنا شيئا لا سبيل إليه. أليس من العجب أن يكون هذا الضوء الذي أخذ يغمرنا شرا من الظلمة التي خرجنا منها؟ إن أحدنا لن يستطيع أن يهتدي في هذا الضوء إلا إذا قاده صاحبه. إن العبء لأثقل من أن تحمليه وحدك. أصبح بيعتبر نفسه شريك في هذا العبء والهم اللي تسبب فيه لآمنة، ويريد أن يحمله معها. وإن العبء لأثقل من أن أحمله وحدي. إحنا الاثنين هنتعاون على نسيان الماضي، فلنحتمل شقاءنا معا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنا بقرأ لحضراتكم من آخر صفحة في الرواية دي النهاية.
نفهم من كلام طه حسين في الرواية ان الامور مضت كما نحب لها ان تمضي، وان الزواج قد تم، لانه بينهي الرواية بيقول ثم انقطع الحديث بيننا فلم يقل شيئا ولم اقل شيئا، دي امنة اللي بتحكي، واطبق على الغرفة صمت هائل رهيب غرقنا فيه يقظين كما يغرق النائم في نوم بريء من الأحلام. وعند هذه اللحظة تسمع هنادي دعاء الكروان اللي بيربط كل هذه الحبات في سلسلة واحدة. اختلفت الظروف وتباينت المواقف بل وتضادت، من حياة آمنة في القرية إلى موت هنادي، إلى حياة رغبة في بيت المأمور، إلى رغبة في الانتقام تتحول إلى حب. لكن الشيء الثابت الذي يجمع بين كل هذه الأمور ولم يتغير هو دعاء الكروان، وكأن الكاتب يريد أن يمثل به معية الله عز وجل. الله قيوم على عباده يرى ويسمع. تنتهي الرواية على لسان آمنة تقول ثم لا نلبث أن يثوب إلينا الأمن. خلاص رجع الأمن، يبقى النهاية سعيدة للقصة ويرد إلينا الهدوء. فأما أنا فتنحدر على خدي دمعتان حارتان. دمعتان حارتان ده كل ما بقي من ذكر هنادي وليرحمها الله. وأما هو فيقول وقد اعتمد بيده على المائدة وقد سمع دعاء الكروان يقول دعاء الكروان أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت هنادي في ذلك الفضاء العريض. هنا بدأ المهندس يعيش مأساة هنادي ويشعر أنه مسؤول عما حدث، ويجد بعض السلوى والتكفير عما عمل في حبه الذي تكلل بزواجه من آمنة. لكن العاملين على الفيلم كان لهم رأي آخر ونهاية مختلفة، وأنا أراها نهاية أكثر خدمة للقضية وتتمم القصة كما يجب أن تتم. فآمنة في الفيلم ترفض الزواج إكبارا لقضية أختها هنادي، فهنادي ستظل بينهما إلى الأبد. كيف تتزوجه وتكون بين ذراعيه وهنادي حاجز بينهم؟ فتقرر ترك البيت. هي لا تنفي أنها أحبته، ولكنها تؤثر هنادي على نفسها، وفي الرواية أثرت نفسها على هنادي. فعندما تخرج من البيت يكون خالها قد وصل إليها وقرر أن يقتلها كما قتل هنادي، لأنها في نظره تعيش مع رجل عازب بمفرديهما، فلا بد أن يكون وقع ما وقع. في هذا المشهد يظهر الفزع في عيني آمنة لأنها رأت خالها يحمل البندقية. يطلق الخال النار على آمنة، ولكن المهندس يفتديها بنفسه، وهذا لعمري أكبر دليل على حبه لها. أن يضحي بروحه من أجلها ليس بعد هذا حب. هنا لا يوجد عند آمنة أدنى شك فأن المهندس أحبها وأنها كانت جديرة بهذا الحب. وفيه بعد آخر، هذا المهندس اللي أنا كنت جاي أقتله قتل ولكن ليس بيدي. ربما في هذا بعض القصاص لقتل هنادي كما قتلها قتل. هنا قبل أن يلفظ المهندس أنفاسه الأخيرة ويقدم روحه مهرا لآمنة يعرب عن سعادته لأنه عرف أنها تحبه، وهذا ما هدأ روحه بعض الشيء عند الاحتضار. وفي هذه النهاية التي وضعوها في الفيلم راحة لآمنة من قضية هنادي، ولكنه تأريق لها في قضيتها هي. قد انتقم القدر انتقامه العادل لهنادي، ولكنها ستعيش ما بقي لها من أيامها تعسة بعد أن فقدت حلمها الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، وفقدت الرجل الوحيد الذي أحبها وأحبته، وهو من هو مهندس الري، وهي من هي آمنة الخادمة التي جاءت من قرية بني وركان في أقصى الصحراء. ثم هنا بعد آخر، القصاص العادل. يتم القبض على الخال القاتل فينتظره القتل لقتله المهندس. يبقى بكده حسب الفيلم مفيش مجرم نجا، والقصاص تحقق لهنادي وللمهندس. ثم ينتهي الفيلم ونحن نسمع دعاء الكروان يتردد في الأرجاء ليذكرنا أن الله ليس بغافل عما يعمل الناس. إذن الخلاصة والحكمة والعبرة أن عظمة النفس الإنسانية ليست رهينة بقدرها. قد تجد إنسانا بسيطا لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، ولكن لديه نفسا عظيمة
يستطيع بها أن يغير قدره بإذن الله. ثم نسمع في الفيلم صوت المرحوم الدكتور طه حسين يقول بنفسه الجملة التي وردت على لسان المهندس في الرواية: دعاء الكروان أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت هنادي في ذلك الفضاء العريض.